مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضاء الأرضي، نستهلها بالعناوين. اختتام الأسبوع الوطني لمكافحة الملاريا. بحث النشاط الرياضي في إقليم القشبركة. توزيع قطع الأراضي السكنية في ابن حيلي. اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وإيران تتوعد إسرائيل برد قاسي. أوروبا تعرض على فيتنام الدعم الأمني في بحر الصين الجنوبي. والقوات الأمريكية والكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اختتمت في 24 من يوليو الأنشطة المنفذة في الإقليم الأوسط بمناسبة الأسبوع الوطني للسيطرة على الملاريا. وأوضح مسؤول مكافحة الملاريا في مكتب وزارة الصحة السيد كبرى بتسفى ميكائيل في الحفل الختامي المنظم في 31 من يوليو في مدينة سرجان، أوضح أن معدل الإصابة بمرض الملاريا انخفض من 0.4% في عام 2018 إلى 0.08% في عام 2023، وحث على التركيز على رفع مستوى الوعي. وأشار إلى توزيع نحو 20,000 ناموسية على مستوى الإقليم هذا العام، مضيفا أنه تم تشخيص إصابة 2781 مواطنا بمرض الملاريا من أصل 76425 مواطنا أجريت لهم الفحوصات الطبية، منهم 135 في الإقليم و2646 من المسافرين. ودعا مدير مديرية سرجعة السيد كفلة مريم قبر مسكال لتضافر الجهود الشعبية من أجل مكافحة الملاريا التي تسبب أضرارا اجتماعية واقتصادية للأسر والمجتمعات. وبهذه المناسبة تم تقديم شرح عن الأنشطة والتقدم المحرز في المديرية من قبل ممثلي الصحة المعنيين وأطباء القرية لمكافحة الملاريا. وذكر مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية سرجعة السيد تسفاهوت أبرهة تنفيذ أعمال مرضية حتى الآن للقضاء على مرض الملاريا. أوضح قسم الثقافة والرياضة في إقليم القشبركة في الاجتماع التقييمي الذي عقده في مدينة بارنتو حاضرة الإقليم، أوضح منح الأولوية لتقوية الرياضة وجعلها شعبية. وقال المدير العام للقسم السيد إدريس صالح إن قطاع الرياضة يحتاج إلى دعم ومشاركة شعبية عالية، ويجب خلق بيئة تمكن مواصلة جميع الأنشطة الرياضية على أساس مجتمعي، مضيفا أن الاستثمار في الرياضة يجب أن يقاس بالنتائج ويأخذ في الاعتبار موارد المديريات. وقدم ممثلو الرياضة ومسؤولو الاتحادات الرياضية في المديريات شرحا حول الوضع العام للرياضة والمبادرات المتخذة لتعزيزها، مذكرين بضرورة تعزيز مساهمة المجتمع والشركاء في هذا الصدد بطريقة منظمة ومستدامة. وذكر مسؤول الرياضة في إقليم القشبركة الأستاذ تسفاي تكي وجوب استغلال الموارد والقدرات الكامنة في الإقليم بشكل صحيح، داعيا لتعزيز تعاون الجهات الحكومية والجبهة عامة ودور الإدارات والمجتمع خاصة. ودعا المدير العام للإدارة والمالية السيد قبر سلاسي نقاش إلى جعل الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الرياضية أن تتمحور حول المجتمع وتأخذ في الاعتبار المناطق النائية، مذكرا بضرورة إعطاء الأولوية لدور المجتمع في التخفيف من تحديات الرياضة. وأوضح المشاركون بأن ضعف البنية التحتية ونقص المعدات والمرافق الرياضية من بين النواقص التي تؤثر سلبا على تطور الرياضة في الإقليم، موصين بإقامة المسابقات الرياضية في جميع المجالات والتدريب بشكل منتظم. وزعت في 27 من يوليو في منطقة مايلحام بمدينة ابن حيلي الإقليم الجنوبي أراضي السكنية خاصة الطيسة على 282 مواطن، بينهم 62 مواطن استوفوا جميع المتطلبات والوثائق اللازمة.
وقال السيد ساغاي تسفاسين مدير إدارة ضاحية ميلحام إن الجهات التي وزعت لها أراضي الملكية الخاصة هم سكان قرى ميلحام وطرقة وعدلوة وعد شمكلي، مشيدا بالجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج. وذكر ممثل وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية الشاب عبد الرزاق محمد برهان أنه بالإضافة إلى هؤلاء المواطنين الذين تم تخصيص أرض الملكية لهم في إدارة ضاحية ميلحام، تم في وقت سابق توزيع أراضي الملكية الخاصة على 138 مواطنا قاموا بإعداد وثائقهم في قرى مختلفة، وسيستمر ذلك في المستقبل حثا على الاستخدام السليم للأراضي المخصصة. وقالت القائم بأعمال مدير المديرية السيدة ترحس فقادو إنه سيتم توزيع الأراضي على أولئك الذين قاموا بجميع واجباتهم وأكملوا وثائقهم من وقت لآخر، مؤكدة أن من لم يكمل عملية ملء الاستمارات سيتم تسليمه وثائقه فور تجهيزها. أهل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية هيكوتا 7 محتاجين بالماشية وأدوات متجر، وقد تم تأهيل 5 عائلات في إدارات ضواحي فيسكو وقبوش وبلقاي وهيكوتا بالماشية بقيمة 10,000 نقف، وتقديم أدوات متجر و5,000 نقف نقدا لأسرتين. وأكد الحاصلون على الدعم على العمل الحثيث لتطوير حياتهم المعيشية استفادة من الدعم. دعا قائد مركز شرطة مديرية حقات الرقيب نقاسي تخستي الطلاب والشباب على لعب دورهم في الجهود المبذولة للحد من الجرائم والمخالفات من خلال زيادة معرفتهم بالقانون. وأوضح في السيمينار الذي عقده في 27 من يوليو لنحو 700 طالب ومعلم من المشاركين في حملة التنمية الصيفية أنه ورغم عدم وجود جرائم مقلقة في المديرية، فإن على الطلاب والشباب تجنب مسببات الجريمة والاهتمام الكبير بالتعليم. وقدم شرحا حول السيطرة على الحوادث المرورية وإدمان الكحول والمخدرات والطلاب والأخلاق ومخاطر الترادف في الدراجات وتأثيرات فقدان بطاقات هوية الطلاب وظاهرة القمار والمشاجرات الجماعية وأضرار الحوادث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، داعيا الطلاب والشباب بضرورة زيادة تعاونهم مع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الجريمة. من جانبه دعا مسؤول مكافحة الجرائم السيد عمر عبد الطلاب على تجنب السباحة في السدود والآبار لتجنب وقوع الحوادث خلال فصل الخريف، وأشاد بتسليم المفقودات من الممتلكات والأموال إلى الشرطة. من ناحية أخرى تحدث مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد في الاجتماع الذي عقده للطلاب المشاركين في حملة التنمية الصيفية، تحدث حول أهمية الأخلاق وأساليب العمل السليمة. وقد تم تنظيم سيمينارات مماثلة لطلاب المدارس الثانوية في الأسابيع الأخيرة. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. أعلنت حركة حماس مقتل رئيس الحركة إسماعيل هنية في غارة على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، فيما لم تعلق إسرائيل على الخبر حتى اللحظة. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في طهران، مما أدى إلى استشهاده إلى جانب أحد حراسه. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وفخرها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على عملهم الجبان، في إشارة اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران دون ذكر تفاصيل إضافية في بيانه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية. وأضاف الحرس في بيان له أنه يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال بشكل رسمي حتى الآن. وانتخب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017 خلفا لخالد مشعل.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل يريد ضمان السلام في بحر الصين الجنوبي، وأبلغ فيتنام أن الاتحاد يمكن أن يساعد في تعزيز أمنها البحري وقدراتها في مجال الأمن السيبراني. وفي اجتماع مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانيه سون في هانوي، قال بوريل الذي يقترب من نهاية فترة ولايته البالغة 5 سنوات إن التكتل المؤلف من 27 دولة له مصلحة مباشرة في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي الذي يمر عبره أكثر من ثلث واردات الاتحاد الأوروبي وأكثر من 20% من صادراته. واعتمدت فيتنام لعقود على عتاد عسكري روسي، لكن منذ عام 2022 أعلنت أنها تريد تنويع معداتها الأمنية وتجري محادثات مع جهات متعددة منها أوروبا بشأن إمدادات دفاعية محتملة. وفيتنام الواقعة في جنوب شرق آسيا في خلاف مع الصين حول حدودها في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي مهم تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا، وهو موقف تسبب في توترات مع دول أخرى في المنطقة أيضا. قال الجيش الأمريكي أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات عسكرية مشتركة للتحقق من القدرات القتالية على مستوى السرية لوحدة النشر التناوبي وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية. وأظهرت لقطات فيديو نشرها الجيش الأمريكي جنودا كوريين جنوبيين وأمريكيين يجرون مناورات بالذخيرة الحية بالأسلحة المشتركة في مجمع رودريغيز للذخيرة الحية في بوتشون شمالي سول على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود شديدة التحصين مع كوريا الشمالية. وقال الجيش إن التدريبات التي بدأت في 22 من يوليو ستستمر حتى 3 من أغسطس، ولطالما أدانت بيونغ يانغ مثل هذه التدريبات العسكرية المشتركة باعتبارها تدريبات على الحرب، في حين صورت سيول التدريبات على أنها دفاعية بحتة. اتسع نطاق حريق بارك في شمال كاليفورنيا بسرعة ليصبح أكبر حريق غابات في الولايات المتحدة، حيث أدى إلى حرق أكثر من 5000 فدان في الساعة. والتهمت حرائق الغابات في كاليفورنيا أكثر من 360 ألف فدان تغذيها الظروف الجوية غير المواتية. وانتشر الحريق الذي بدأ بالقرب من تشيكو بولاية كاليفورنيا في 4 مقاطعات ولا تظهر أي علامات على التباطؤ. وأكدت السلطات أن الحريق اندلع بسبب الحرق المتعمد، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها أكثر من 4000 من رجال الإطفاء والموظفين، تم احتواء الحريق بنسبة 12% فقط. وأجبرت النيران واسعة النطاق آلاف السكان على الإخلاء. وحذر الخبراء من أن موسم الحرائق هذا قد يكون شديدا بشكل خاص في ولاية كاليفورنيا بعد موسمين معتدلين نسبيا. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. جاشبركة، توزيع قطع الأراضي السكنية في إمنحيلي، اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وإيران تتوعد إسرائيل برد قاسي. أوروبا تعرض على فيتنام الدعم الأمني في بحر الصين الجنوبي. والقوات الأمريكية والكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.